لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1144 بيمو خزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهو دارم إيوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والله خوش ويسنا وكلواني رابرج كما قل خزمة دوات بيروز دابين رب العالمين دفرمي لهر كارو بارك دابن وهر قرآن كذي خيننا وهر كارو كردوي كذي كان إلا مشاهدين بسرتان وكاتك ودستنا أو كردوي وهيش تيق لپروردگار بزرنابي بقدر قرسائي ذرة چجبي لزوي يان لآسمان ولوش كسكتلو لوش قورتر إلا لا إخواي قور معلومة لكتابه شي آشكراك لوح المحفوظة نوسرايتوا وليتر وما تكون في شأن وتلهر حالتك بي لحالة كانوا كاروبار دنيا يان دين يتر أو خطابة شوكو باس ما كروكو واحدي دلي لبو بيغمبري صلى الله عليه وسلم وأمتكشي تابعي بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم كواتا أجرتي بصيغة مفرد لبو بيغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم خطابك والله أمتكشي كتابع لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم عيني بهماشي وببلغي أوش لدواو دفرمي ولا تعملون من عمل بجمع دفرمي وما تتلو منه من قرآن وتهر بشيك لو قرآن لو دابز يوز آياتك سورتك كدخيني أواهموي وما تتلو منه من قرآن أو منه وش وقت من هندق لزانيان دفرمون هدقرته لبا قرآن كي لبر أوي وكو بو معنايدت كواتا هر آتك هر سورتك لو قرآن كواتا هر آتك هر سورتك أين بيقول قرآن دخيني وكو ابن جرير دله وهندج دلين أو من هو دقرته لبو شأن كي وما تكون في شأن وكو زجاج ابن عطية كواتا قرآن خيندن شأنك لشؤون كان كارك لكارك لبرسي بتايبة باسي لك لأهميته والتخصيص ذكاء لدواي عام كواتا وبتايبة شكات قرآن دخيني وهندج دلين من هو كذا قرأته لولاي الله تعالى كواتا وما تتلو من الله من قرآن نازل عليك هر قرآنك دخيني وكوالا الله تعالى هاتيه ولا تعملون من عمل وكل تفسير سعيد ضلي أو صغير أو كبير هر كارو كردوي كذي كان أو ذاك سكبيان قورة وكل تفسير منار ضلي كاتك ولا تعملون من عمل ديارا من كتبعي ضي كاتك وتشو تسر نكرة لبوتسيا يؤكد العموم كواتا هر كارك كذي كان أو سكبيان قورة ولملاحظات خالد السبت وهروها أنصاري دلين أجر بقتره كيف جمع الضمير مع أنه أفرد قبل في قول وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باشا لسرت هذا خطابك بصيغة مفرد هاتبو لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن باشا لوب وجمع ولا تعملون من عمل لو رام دادلين جمع ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما خوطب به قبل كواتا لبو أوي جمع كراكوا إشارة لويكوا أمتكش مخاطبة بو خطاباني
کە لە بۆ پێغەمبەر هاتە سڵاو سەلەم مەگەر شتێک تایبەت بە پێغەمبەر سڵاو سەلەم کە لێرەش ئەو تایبەتمەندیەنێ بەڵکو لە بۆ پێغەمبەرە و سڵاو سەلەم لە بۆ هەموو ئومەتەکەیە یاخود ئەو جومع تعظیما للنبي صلى الله عليه وسلم یاخود لێردەکە ولا تعملون من عمل هەر پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بەڵام بە صیغەی جەمعی تعظیم هاتیە والله أعلم. ئیتر هەر کارێک بکەن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه لتفسير سعد أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به كواتا لو كاتكوا لسرتا دسنا ناو كاركو بردوام دبن لسري ايما هموي آقادارين لو وكو سعدي دالي فراقبوا الله في أعمالكم حسب مراقبة الله تعالى بكن لكارو كردو كانتان وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها بدل صوزي أنزامي بدن همو زهدي خوتان تيدا صرف كان وإياكم وما يكره الله تعالى آقادار بن خوب بارزن لو شتانك الله تعالى بينا خوشة لبرو فإنه مطلع عليكم الله تعالى آقادار بيتان عالم بظواهركم وبواطنكم آقادار بس بابن كارو كردو روكاش كانتان وهروا بو كارو كردوانك ودا باطن لا درو درونشتان هيو أو مشاعرانه هي همي آقادار وما يعزب عن ربك وكل تفسير أي وما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته هيش تيك نحشر ديت ولا الله تعالى لا علمي الله تعالى شاراونية ولا سمع وبصر وبينيني خواي قورة سبحانه وتعالى بينيني وبيستيني خواي قورة هيش تيك بدر نية كوا در بتسي كواتا هد دنجيك بي هرسان دا نزم بي الله تعالى دي بيستي هرش تيك روب دا هرسان دا قتسكبي قباري قتسكبي ولا تاريكاي بي الله تعالى دي بيني من مثقال ذرة أو زحر بقد قرساي ذرية تشبي بقد قرساي ذرية تشبي زاول كل تفسير كان دلين ذرة نملة أو هباء نملة قسكترين زوري ميروستان بيقولي ذرة يعني هباء أو شتانی کەوا لە هەوادا کاتێکەوە ڕۆژ لە جێگایەک دەدا تیشتی ڕۆژ لە جێگایەکدا شتێک لەناو هەوادا تەمەشا دەکەی وەکو شتی کچکە ئەوانش پێی گوترێ ذەڕە ئیتر هەر شتێک بیکەوە ظاهرە هیچ قیمەتیشی نییە بەڵام لای خوای گەورە پێی ئاگادارە ئیبن عەطیە دەڵێ الذەڕ صغار النمل ومثقال ذرة وقد قرسائي ذرة دەڵێ ذەڕەکە بریتە لە مێروستانی گچکە جعلها الله مثالا خی گەورە ئەوی بە نمونە هینایتەوە إذ لا يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه دەربارەی ئەو گیان لە بەرانەیەکەوە تەناسولیان هێواتە زۆربوون ئەنجام دەدەن واتە زۆربوونیان لێ بەپاش دەکەوی تەناسول دەکەن و زۆربوونیان لێ پاش دەکەوی کەوا مەشهور بی و ناسراو بی جێگای دیار بی لەوی گچکەتر نییە کە خی گەور نمونەی پێبینتەوە کەوا کچکەترین جۆری مێروستانە خی گەور پێ ئاگادارە ئینجا لە هەر چێن دەرەبی في الأرض ولا في السماء لزوي بيان لآسمان وەکو شەوکاین دەڵێ عبر بالأرض والسماء کەواتە ئەو شتە گچکەیە لە ئاسمان بی یان لە زەوی كباسي أسمان زي كلمة أنه سبحانه لا يغيب عنه شيء لا فيهما ولا فيما هو خارج عنهما مع العلم الله تعالى هرشتك روبدا لا أسمان زي بيان لا خارج أسمان زي أجر زيجاك هبيتن خير في أجدار بلام لبرتسي أسمان زي باس كده لأن الناس لا يشاهدون سواهما خلشي خير لبو خلشي قصان دكا خطابك لبو خلشية دي خلشيش هر عاد أسمان كان دبينن يتلا عاد ولا أسمان بي خواهي قولا بي آقادارة ولا أصغر من ذلك لتفسير منار دلي أقل زرش كسكتر يعني فيه إشارة إلى ما في الوجود من أشياء لا تدركها الأبصار كواتا وإشارة كوا هندي شت هي لو وجودي تساو نايبيني هندقسك وقد رؤي كثير منها في هذا العصر بالآلات التي تكبر المرئيات أضعافا كثيرة ئیتر عصر سەردەمەی ئێمەدا فعلا زۆر شت هەیە کەوا بە چاو نابینرێ بەڵام بەو ئالەتانەی کەوا گەورەی دەکا وەکو مایکرۆسکۆپ کەوا ئیوا هەیە توانای 1 ملیۆن جار گەورەکردنی هەیە ئەو جا شتەکە دەبینرێ وەکو ڤایرۆس ولم يكن هذا مما يخطر في البال في عصر التنزيل
ئیتر لەو کاتێککە قورئان دابەزێ ئەو شتانە نەبووە ئەو ئالەتانە ئیتر ئەوە یەکە لە دەقائق و لە وردەکاریەکانی تعبیری قورئانی کەوا لە دوای جیلی ئەصحاب لە بۆ ئێمە و لە بۆ خوا دەزانین لە پاش ئێمەش چیدی کە پەیدا دەبیتن کەوا هەر هەمووی بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا ئەو قورئان لای ئەڵڵا تەعالا هاتێ کەواتە کاتێککە دابەزیە لەوە کچکەتر نییە کەوا خوای گەورە مثقال ذەڕەی باس کردیە مثقال ذەڕە کەوە گوتمان زۆر مفەسرین دەڵێن بە مێرووسان گسکە دەگوت ئێخۆ لە بە مستەلەحی ئێمە ئەوڕۆ ذەڕە زۆر لەو مێرووسانش کچکەترە ئێدەی لە میکرۆبەکان و لە ڤایرۆس لەوانە وەکو باسی کرد لە مەنار کە بە ملیۆنەها جار گەورە دەکرێت زە دەبیدرێت ئیتر خوای گەورە دەفەرمێت لەوەش کچکەتر خوای گەورە پێ ئاگادارە ولا ئەکبەڕ ئیلا فی کتاب مبین کەواتە لەوەش گەورەتر بی لەوەی کچکەتر لەوەش گەورەتر ئیتر ئەوەش جملەش سەر بەخۆیە زیاتر با بڵێن تەقریری ئەوەی پێشخۆی دەکە هەر شتێک هەبی لە زەڕە کچکەتر یان گەورەتر إلا في كتاب أي مكتوب مبين بأشكرا نوسرايتوا لالتباس فيه بشويق نوسرايتوا كوا هيستيك الله يتدانية عزا ما بس ليردا وكل تفسير قاسمي دلي المبس والمراد بالآية المراد البرهان على إحاطة علمه تعالى بحال أهل الأرض ما بس لا أتكي ويكوا بەڵگەدەین تۆ لەسەرەوەی کە ئەڵڵا تەعالە ئاگادارە بە هەموو حاڵەتەکان کە لەسەر ڕووی زەوی ڕوودەدا بأن من لا يغيب عن علمه شيء أو ذاتك هيش تقل علمي بزرنا بكيف لا يعرف حال الأرض هيش تقل الله تعالى بزرنا بكو حالي سروي زبي وهل سكوت إنسان كان لي بزر دبي وبتايبتيش حالي كافران لبرامبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياخذ لبرامبر إيمان داران خير بيغا دارا تفسير محرر ضل أي وما يغيب عن ربك هيش تيجل پروردگار بزرنا بي وزن نملة صغيرة في الأرض أجر بقد قرساي ميروستانش كسكبيل زبي يان لآسمان لوكس كتر لو جورتر فلا يخفى عليه سبحانه أصغر الأشياء هيش تكتريش تجد الله تعالى بزرنا بي أجر زور وزني شي زور كم بيتن أجر جورتريش بي وكل ذلك في لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء مثل هم أشتانا للوح المحفوظ نوسرايت ولا تفسير سعد ضلاء وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما أو دو مرتبة لمراتب قدر ليرو لسندين زيغان خواهي سبحانه وتعالى بيك وديه نيتوكا العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث كواتا أو دو مرتبة لمراتب قدر ويكوا خواهي قولا آقادار بهموش تكان واتا علم إحاطيك بهموش تكان وهروا هموش تكاني شي نسيته همو ردا وكان نسيته وخواهي قولا فرمي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير نازاني الله تعالى ولا أسمان ولا زبير ديزاني هر هموشي نوسرايته أوش آسان لا الله تعالى لا مجموع رسائل ابن رجب ضلي مما يوجب خشية الله تعالى في السر والعلن راستي أو آتو هاوشوي وآتانا دبيت ما يويكوا إنسان لأخوة بالترسي سلو كاتاني كوا بنهينية بزر لبرتساوي خلشيها لبرتساوي خلشية بلكو أو ترسان الأخوة ضرورة مراقبته تعالى بيويسته وكو إيمان دارك أو مراقبة خواهي وكو ضرورتك وعقيدة وقناعتك يقين بالنا دلو دروني كالبرتساوي خواه بزر النية والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباد وأعمالهم إتر علمي بويها بك الله تعالى شاهد ومراقبتك لسردلو دروني بندكان ولسر كارو كردو كانيان وأنه مع عباده حيث كانوا إتر الله تعالى بعلم خوي لقلب بندكان إتر هرتشان دريبا كما في كثير من الآيات في القرآن الكريم لسندين آيات تجد القرآن بيروس أو كار أو حقته دوبار ذكرت ولا تفسير منار ضلي الإفاضة في العلم أخص من إتيان مطلقة إذ تفيضون فيه كاتك ده فرمي هر كارك كاتك ودسنا نابي ضلي إفاضة كاتك تفيضون فيه تايبترة لو كوكارك أنزام بدي يعني
وحكمة تخصيصها بالذكر دون اللفظ الأعم منها لبرسي إفاضي باسك لبرسي إتياني بنهنيتوا هي أن ما يفيض فيه الإنسان مهتما به مندفعا فيه واتأو كاركة عاتا إفاضي لبو كاردين أو كاركة كاتك دستناوي كاتك بحماسته اهتمام وقرنجي بيدا جدير بأن لا بأن ينسى أو يغفل عن مراقبة ربه فيه كواتب تايبتي أو كارانا كوا إفاضي لبكارين لبكاري كوا قرنجي بيدي بهمو جهد خوتي لصرف ذكي كوات أقدار بتابت أو كارانا ناكري لا إخواي قوري بزربي سبحانه وتعالى لبرتسابي إخواي قوري ولجير مراقبي إخواي قوري سبحانه وتعالى فاللفظ يذكره به تذكيرا منبها مؤثرا كواتكاتك أو لفظ بكارين هر كاتك كواتسنا كاري شي جرنجو طاقو بابلين هوي لتوانات دا اللي صرف ذكي بزانكوا لبرتساي خوي قوري سبحانه وتعالى وهروها وما يعزب أو وما يعزب أو لفظ الدال على الخفاء والبعد معا اشتيك بالزربي ودوريش بي زياتر إشارة بود دريك ولفظي يعزب أو معناه اللي دفع مريتوا اشتيك بالزربي ودوريش بي فكأنه يقول إنما شأنه أن يبعد ويخفى عليكم من أمر لا يغيب عن علم ربكم واتأوشتاني كوا لا ينقوش تيشي الشاراوية ودورة لوي كوا بيزانن بزان كوا لاي الله تعالى هيشتيك بزرنا بي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون